الرحيم. الحمد لله، يعطيكم العافيه شباب، ابو صالح، ابو سميح، اخ كمال. الحمد لله احنا تمينا اليوم تفويج حجاج كفر قاسم كما رايتم. عرس كامل لاهل البلد كامله. 4 باصات انطلقت قبل 5 دقائق. اخر باص خرج اللي هو باص الجو. جميعهم في طريقهم الى الشوني اللي هو جسر أليمبي. من هناك رايحين ينطلقوا ان شاء الله على عمان. في عمان ليله عمان، وبكره ان شاء الله بيبدوا ينطلقوا لمكه المكرمه. بالنسبه للطياره بكره الساعه 12:30 ظهرا ان شاء الله رايحين يطوروا من مطار الملكه علياء الدولي، ونتامل انه يصلوا مع المغرب او العشاء ياخذوا يعملوا في عمره. بالنسبه لنا انه بعثه عرب ال 48 موجوده في مكه من يوم الاربعاء. هو الاخبار اللي بتصلنا تقريبا يوميا انه الحمد لله كل شيء تمام، كل شيء جاهز لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من عرب ال 48. نسال الله انه يوفق ويهدي جميع المسلمين الى هذا الطريق. الطريق شاق، احنا بعد 11 شهر. بعود وبكرر يعطيكم العافيه اخواني اللي في ديالنا، ابو صالح، ابو جودي، زهير، ابو سميح، الشيخ كمال، لانه هذا شغل جبار، شغل تعب، مشقه. وطبعا احنا 161 حاج في طريقهم الى مكه. بنقول لهم تروحوا سالمين ان شاء الله، تصلوا بالسلامه، تعملوا العمره وتنتظروا الحج، والله يديكم الصحه انه تعملوا الحج وترجعوا لنا ان شاء الله سالمين غالمين. وتنسوناش كنا من الدعاء المخلص والخالص لاخوانكم في مكتب الحج والعمره كفر قاسم، على سهر الليالي، تعب المكاتب، الاجتماعات، على اساس نطلع هذا اليوم لحيز التنفيذ. كما نشكر الاخوان من القريه نت على، بعرفش هذول فيهم شيء غريب، الاخ كفاح اللي كل فعاليه بنعملها اللي بتلاقيه مثابر من الاوائل. نشكركم يا اخ كفاح على هذا العطاء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. الله الله الله